صافي راه هذا هو الشكل النهائي ديال الحامض كتيجي. راه ديجا دايره موريه لكم في واحد الفيديو، راه كيجي بحال شي سير. شوف كيحمر، هذا راه تبارك الله على مزوينات هذا الحامض. شتي كتيجي بحال شكل السيرو وتيحمر. هذا راه عنده عامين دابا هذا الحامض. رقدتو خليتو حتى ولا احمر صافي. كنستعملو. باقي عندي هذا باقي محتفظه به. راه شوف كي قلت لكم الشكل ديالو النهائي كتيجي. صافي غنمشيو دابا لطريقه التحضير ديال الحامض. صافي خليكم معايا نمشيو لطريقه التحضير. صافي هذا هو الحامض البلدي. راه غسلته ونشفته مزيان. شتي هو راه كي قلت لكم اللي ما كتعرفش الحامض البلدي راه بهذا النويف هذا معروف تيجي زوين. هو البلدي تيجي زوين في الترقاد، تيطيب دغيا وزوين. صافي خلينا ندير معكم الحامض وسنديرها الملحه، وكندير تقريبا واحد شي 2 معالق تاع الزيت الروميه. صافي كندير هاد القريعه هذه كتسد حتى هي تكون عندها الغلاقه كتسد باش ما تجينيش تبقى محلوله ويدخل ليا البرد الحامض ما يطيبش. صافي بسم الله نمشيو لطريقه التحضير. كنشد على هذا الشكل هذا، كندير ليه 4 تفتيحات باش كيدخل ليا داك الملح مزيان. حليتها على 4. صافي كنجيب هكا معلقه الملح وكندخلها هنايا مزيان باش تدخل ليا لتحت. ضروري الملحه تكون كثيره. هو راه يجي مالح راه ماشي مشكل، لانك كتكون كنحتاجو منه عشويه وديك الملحه راه هي اللي كتذوب كتولي على شكل السيرو. صافي كنجمع ليها هكا فمها مزيان هاد الفيم ديالها. كنجمعها على هاد الشكل. ضروري كندير هاد 4 الفتيحات هادو باش تجي عامره مزيان بالملح كامله، ماشي ندير لها فتحه وحده ما تدخلش ليا الملحه مزيان. وهو هاد الحامض هذا هاد طريقه الترقاد ديالو راه كيبغي الملح. ضروري كندخلوه هكا بين هاد الفريعات هادو على هاد الشكل، ندخلوها من هنا من هنا باش كتدخل كلها. صافي كنجمع ليها تجمعها هكا على هاد الطريقه. دابا الحامض هاد البلدي راه تبارك الله موجود هاد الوقيته ديالته، راه موجود الحامض هاد الموسم هذا. لقيت الليمون هذاك الليمون الصغير راه كيولي الحامض. صافي كنعمرها مزيان حتى كنوصل لها الملح كلها باش باش تجيني الحامضه طيبه كلها. هاد الملح هذا راه هي اللي كتخليها طيب. هكا ضروري نبقى نقادلها هكا فمها مزيان. هو تبارك الله راه زوين هاد الحامض البلدي. كيطلق الماء هو شحال فيه تبارك الله ديال الماء. واحد الريحه على مزوينات هاد الحامض البلدي، فيه هاد الريحه زوينه. صافي كنمشي على هاد الشكل هذا حتى كنكمل.
نسالي هاد الحامض كله على هاد الشكل. صافي بعدا كنستفو في القريعه ديالته. صافي بعد ما ساليتو هذا هو الشكل ديالو، راه عمرته كامل، وراه عندي في حساب شي كيلو دابا ديال الحامض، عمرته كامل بالملح. صافي غنستفو في هذه القريعه هذه. صافي غنبدا نستف بالوحده، نستفهم باش يجيو وحده فوق وحده، يجيو مزيرين، نحبسهم هكا باش ما يبقاش واحد الفج بيناتهم. صافي ضروري نبقى نحط وحده هكا فوق وحده ونزير باش يجوني مزيرين وكيطيبوا مزيان ملي كيتزيروا هكا. صافي بعد ما ساليت الحامض ديالي كامل درتو في هذه القرعه هذه، غنزيد عليه واحد المعيقه صغيره، هاي صغيره ديال الملح، كتمل كثرت فيه الملح. صافي وغندير فيه الزيت حسب هكا شي 2 معالق كبار. صافي كنسدو مزيان. صافي ملي دابا ما خصهاش نحلها حتى كيطيب تيبان ليا ولا كحل في اللون، وصافي نديرها في بلايصه تكون ما فيهاش الظلام، اللي تكون فيها الظلام ما فيهاش الضوء، اشعه الشمس ما تكونش، باش كيطيب لينا تيطيب زوين على خاطره. في الظلام ما نديروش هكا في شي بلاصه تكون اشعه الشمس. ومره هكا كنبقى نقلبو حتى كيطيب، مره في الصباح هكا كنوض كنبقى ندير ليه بحال هكا على هذا الشكل، كنرجع ديك المية ديالته. شوف دابا الماء شحال طلع، كنبقى ندير ليه هكا من الصباح تنبقى نقلب فيها. صافي حتى كيبان ليا راه داك الحامض ديالي طاب، هذا كنحل عليه كيولي يبان ليا في اللون ديالو، كيولي اللون بحال قهوي احمر. صافي وتيولي ليا هذا اللون ديال الملح كيولي بحال السيروب ثقيل، عاد تنعرف راه الحامض طاب تنحل عليه. دابا ما نقدرش نحل عليه الا ما طاب الحامض. صافي هذا هو الشكل النهائي. نتمنىكم تعجبكم هذه الطريقه اللي درت وتجربوها وتصدق معكم. هذا هو الشكل ديال الحامض ديالي.